السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في واحد الجولة زوينة بزاف في واحد الفضاء. هاد الفضاء هذا تقريبا فضاء عائلي، جميع الأسرة أو جميع العائلة يمكن ليها تجي لهاد الفضاء بوليداتها وتتمتع وتستمتع بهاد الأجواء وبهاد الطبيعة وبهاد المناظر. وحتى الوليدات يعني كتكون مطمئنة عليهم، ما عندهم فين يهربوا ولا فين يتلفوا ولا فين يتوضروا. يعني كاين واحد المكان هانتوما غتكتشفوه معايا هنايا من خلال هذا الفيديو هذا. واحد البليصة كتكون خاصة فيها ناس يكونوا مهتمين بهذوك الوليدات اللي كيكونوا مع الوالدين. واخا كيكون واحد الثمن يعني بسيط ماشي غالي بزاف، كيكونوا مربيات او ناس مسؤولين على وليداتك الا بغيتي تحطهم في واحد البليصه فيها العاب، فيها لي جو ديال الاطفال. يعني وانتي جالسه كتستمتعي شو تبارك الله. هاد الشلال واخا انه اصطناعي ولكن كيوحي انه الطبيعه زوين ملي كتسمع غير الماء ديالو، ملي داك الخرير ديال المياه. والانسان جالس وفيما بغيتي تجلس كاينين الكراسه لك كامل الحريه. فضاء كبير بزاف بزاف بزاف. فيه تبارك الله جميع الالعاب سواء الكبار او الصغار بدون استثناء. والبلايص فين ما بغيتي تجلس انتيا ولا انت وليداتك، يعني ما كاينش شي اشكال. في اي بليصه بالك شي منيظر زوين تجلس كيديروا لك بلاصه تجلس تما يعني بالاريحيه. حتى بالنسبه للاكل جميع انواع الاكل كاين، سواء اللحوم مشويه، طويجنات، الدجاج، كما كنقولوا المشاوي كاين، السمك، الحوت اللي بغيتي كاين، كلشي كاين. الحمد لله، خص فلوس الله يجيب الرزق. هذا مكان المهم. هاد البلاصه هادي يعني مكان كيتوفر فيه جميع المسائل او جميع الحويجات اللي يمكن لك كل نهار تمشي لبلاصه ولا هنا. هاد البلاصه هادي جامعه جميع يعني المناظر سواء الطبيعية، الألعاب، حتى الجلسة كتكون جلسة يعني ما شاء الله مع الأسرة أو العائلة كتكون جلسة مريحة. أنا مداك عجبتني بزاف. وعجبت حتى العائلة ديالي والناس كاع اللي كيكونوا معنا والحباب والغاليين كتعجبهم هاد البلاصة. كيقولوا لنا يعني كنفضلوا نمشيو ليها، هي أحسن. يعني حتى اللي كما قلت لكم كاين الدراري صغار. ماشي منحاصره هذا المكان هذا، ما عندوش واحد فضاء كبير بزاف ما شاء الله. وكما قلت لكم هادو هما البليصه اللي بغيتي تحط ولدك او بنتك وانت جالسه في الطبيعه ولا كدوري كتساري في داك الطبيعه ديال هذاك المكان هذا. يعني ما كاينش شي خوف على وليداتك، كاين مربيات ناس مسؤولين بعقلهم على الوليدات الصغار وبالساروت. اي وحده بغات ولدها او بنتها يعني كيكونوا مسورتين عليهم، ولكن انت بامكانك لا بغيتي تبقى تشوف فيهم راه هانتوما كيبانوا لكم دايرين داك الكرياج خشبي. الديكور ديالو كاين حديدي، ولكن كتشوف ولدك وبنتك يعني لا بغيتي تشوفها. البليصه هذه كيدخلوا لها غير الاطفال الصغار، كيحيدوا لهم السبيبطات ديالهم باش كتبقى نقيه. يعني ما كيكونش لازم يلعبوا ليا. كما كتعرفوا الوليدات الصغار كيبغيو يجلسوا في الارض، كيطيحوا على كريشاتهم كالاديراتهم كيتكركبوا. يعني ضروري خص تكون هاد البلاصه نقيه. وفعلا كاين الناس النظافه يعني اللي خاصين بالنظافه. يعني ما كاينش شي حاجه كتبان لك ماشي هي هذيك. انا بعدا كتعجبني هاد البلاصه بزاف، كتعجب حتى الاسره ديالي وعائلتي والناس اللي كيكونوا معنا. كما قلت لكم كتعجبهم بزاف، يعني مريحه بزاف بزاف بزاف. هاد البلاصه هادي جات نواحي بوزنيقه. بالنسبه لهاد الباركينغ ديال الاطفال دايرينو فيه حتى هو جميع الالعاب للاطفال. يعني حتى هما ملي كيدخلوا ما كيبقاوش يبكيو ولا خصهم ماماهم ولا لا ما تسدوش علينا، بالعكس كينساو راسهم، كيبانوا لهم العاب وعالم والموسيقى ديال الاطفال
وكما قلت لكم كاين واحد الرعايه، واحد الاهتمام بهم، وحتى الثمن، راه الثمن يعني رمزي. انا بالنسبه ليا الثمن رمزي بسيط بزاف. ملي تخلي ولدك ولا بنتك، ومره لا بغيتي تجي تشوف الطول عليهم مثلا، سبحان الله، يعني قلب الام يعني ديما خص وليداتها تطمئن عليهم. انت كتشوفيهم يعني قدامك، ماشي هما اصلا ما باغينش تيخرجوا من هاد البلاصه. يعني كاين الوليدات الصغار غير كيشوفوا هاد البلاصه هادي كيجريو ليها مباشره، وما باغيين يدخلوا بلا ما يدخلوهم الاباء. بلاصه زوينه بزاف ونقيه، وفيها كاع جميع الالعاب اللي كيبغوهم الدراري الصغار. يعني ما كيبغوش تيخرجوا اصلا. شحال من طفل ومن طفله شفتهم كيبكيو، والله حتى كيبكيو، ما باغينش يخرجوا عند والديهم، باغيين يبقاو. هنا باش تعرف ان بليصه زوينه ومحبوبه وكيبغيوها حتى الاطفال، وحتى الناس اللي باغيين يجلسوا جلسه بعقلها، يعني بدون ازعاج. دوك الوليدات كيكونوا شويه مشطونين وكيهربوا هنا وهنا، وانت تابعاهم. هاد البليصه هادي صراحة الله ما كتخليك فين تبقى تزعج راسك ولا تشوش عقلك. جيت ولدك وبنتك عندك، راه مشات هنا، راه غتخرج لهنا، غتمشي لهنا، ما شفتهاش، ما بانتليش، وانت كتجلسي كما شتي داك الشلال او الطبيعة او بعد الورود، الزهور، الاشجار، يعني ما شاء الله الجو زوين بزاف بزاف. وبالخصوص الويكاند كتكون الدنيا عامرة بزاف. من غير الويكاند راه كتكون الدنيا خاويه. وكاين الناس اللي كيعجبهم شويه الهدوء، وكاين الناس اللي كيبغيو ما عندهمش الوقت اللي يكون في العون. يعني كتكون داك الويكاند هي اللي كيجلسوا فيها، وكتكون عطله ليهم ولوليداتهم مثلا اللي كيقراو. أه والله العظيم انا عجبتني هاد الفكره هادي، وعجبتني هاد البلاصه وهاد الفضاء هذا الكبير الزوين الرائع، اللي صراحه الله يستحق انني نشاركه معكم ونعرفكم على هاد المكان هذا. علاش لا؟ يعني فكره طاحت عليا انني نعرفكم على هاد المكان ونشارك معكم هاد الفيديو هذا، باش الناس اللي بغاو ولا يزيدوا يعرفوه اكثر، ما عليهم الا يخليوا لي في التعليقات، وانا مستعده نجاوبكم على جميع يعني التساؤلات ديالكم. ومرحبا والف مرحبا. هي بليصه زوينه وانتم كتشوفوها بعينكم، يعني مكان نقي ومجهز وكل شيء فيه. يعني حتى الناس اللي بغاو يدوزوا فيه النهار كله من الصبح حتى العشيه، كاين فيه ما يتشاف، كاين فيه ما الانسان يدور يتحرك يتمشى. يعني كاين الالعاب الكبار والصغار. كنتمنى تكون مشاركة خفيفة ظريفة على قلوبكم، وما نكونش طولت عليكم. كل ما يهمني هو أنني نوصل لكم فكرة على مكان زوين عجبني، وكنتمنى يعجبكم تنتوما. نهاية الفيديو ما بقى ليا إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.